السلام عليكم. يلا نعمل تتبيلة كل الحاجات. نص كيلو من الفلفل الألوان حامي وبارد، راس من الثوم متقشرة، 3 معالق كبار ونص من الملح، ومعلقة كبيرة بقى من النعناع الناشف، الكمون، الكزبرة، نص كوباية من الخل، نص كوباية من عصير الليمون، وعليهم كمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة اللي احنا عملناها السنة اللي فاتت على القناة. شايفين فريش وشكلها جميل ازاي؟ يلا نديهم بقى تقليبة. وكمان نضيف عليهم دلوقتي بعد ما نشوف الشكل الجميل ده والريحة اللي ما اقولكوش روعة، ربع كوباية من زيت الزيتون، وبرده تقليبة على الماشي كده. خلاص يلا نجيب البرطمانات اللي احنا غسلناها، والزيادة في التعقيم هنحط في كل برطمان شوية من الخل، ونرج رجة كويسة ونصفيه، ونبدأ نعبي الخلطة بتاعتنا على اكتر، يفضل اكتر من برطمان علشان خاطر اللي يخلص نجيب غيره. حط اللي مش هتستخدميه في الفريزر واللي هيستخدم في التلاجة من تحت. ويلا بقى استخدميه في تتبيلة البتنجان والطماطم والبطاطس المكمورة اللي عملناها قبل كده والسمك والفراخ، وبألف هنا وشفا.